أول مكان هننزل نكتشفه في عمود السواري هي الأنفاق اللي تحت الأرض، والأنفاق دي تشبه إلى المقابر، مكونة من مدخل المكتبة الصغرى اللي قدامنا ده، وعلى ايدينا الشمال قدس الأقداس. هندخل الأول المكتبة الصغرى نكتشف مع بعض في ايه في النفق ده من جوه. ممنوع التدخين، وحاطين طفايات حريق لأن المكان طبعا تحت الأرض، ومفيش نفس تحت، النفس تحت صعب، مفيش أكسجين، فطبعا لو في سجاير أو حصل أي حريقة هتبقى مشكلة جامدة. ندخل بقى نكتشف المكان ده من جوه عامل ازاي. طبعا كالعادة لما باجي اي مكان اثري او بنزل اي انفاق بيكون مفيش اي حد غيري. السراديب دي كلها تحت الارض، الفتحات اللي على يميننا وشمالنا دي اسمها سراديب تحت الارض، تشبه لسراديب الموتى اللي صورناها في مقبرة كوم الشقافة الكيتوكومب. شوفوا كده لغاية الاخر في ايه هناك. مفيش حاجة، سد. كل اللي على ايدينا اليمين والشمال دول سراديب، ولكن دي مش بتاعت الموتى، دي كانوا يعني زي ما كان كده بيخزنوا في حاجتهم الرومانيين. النفق اللي احنا فيه دلوقتي ده بيمتد 70 متر وعرضه 1.5 متر. المكان اللي قدامنا ده ممنوع فيه النزول، طالما حاطين عليه خشب كده يبقى ممنوع النزول، بس طبعا الفضول بيقتل اي حد ويبقى عايز يعرف فيه ايه جوه عشان مانعين النزول. فانا هنزل ونكتشف مع بعض فيه ايه جوه. شوف فيه ايه جوه تحت. مفيش اي حاجة، طلع المكان سد جوه، مش عارف ممنوع النزول ليه. نورنا الفلاش، مفيش اي حاجة، سد، يعني احنا غامرنا على الفاضي. نرجع تاني بقى. عشان توصل لتمثال العجل أبيس لازم تمشي في الأنفاق اللي تحت الأرض دي ب70 متر وعرض 1.5 متر، وفي الرعب ده لازم تفضل ماشي لغاية ما توصل لتمثال العجل أبيس. احنا هنكتشف مع بعض تمثال العجل أبيس ده فين بالظبط. احنا كده دخلنا المكتبة الصغرى، هندخل بقى قدس الأقداس. ان شاء الله في قدس الأقداس هنلاقي تمثال العجل أبيس. ادي المكان اهو كله اللي فيه المكتبة الصغرى وقدس الأقداس. دخلنا المكتبة، هندخل بقى قدس الأقداس، برضو نفس الكلام، ممنوع التدخين، طفايات حريق على ايدينا الشمال ورا الباب، وبرضو في سراديب في الحيطة. كل الممرات دي مليانة سراديب في الحيطة. هنمشي بقى لغاية الآخر نكمل ونشوف تمثال العجل أبيس موجود في الآخر ولا موجود فين بالظبط. وادي تمثال العجل أبيس اهو قدامنا. التمثال طبعا شكله يخض، وفي آخر الممرات وفي حتة ضلمة، ومكتوب ممنوع الدخول عند التمثال وإلا هتعرض نفسك لمسألة قانونية. طبعا انا مش عارف برضو اعرض نفسي ازاي في مسألة قانونية لو دخلت عند التمثال، ولكن هو ده تمثال العجل أبيس. التمثال اللي قدامنا ده هو نسخة طبق الأصل اللي موجود حاليا في المتحف الروماني اليوناني بالاسكندرية، وصورنا فيديو المتحف الروماني اليوناني وفيه تمثال نسخة طبق الأصل شبهه بالظبط. التمثال ده عبارة عن تمثال لعجل يبلغ طوله 190 سنتيمتر، تم طلاؤه باللون الأسود، وموجود ما بين القرنين بتوعه قرص الشمس. هنروح نكمل بقى باقي الجولة المخيفة في أنفاق الرعب اللي احنا ماشيين فيها دي، ونشوف في ايه تاني جوه الأنفاق غير تمثال الإله أبيس.
طبعا انا اول ما شفت القطة دي ظهرت لي كده وعينيها منورة والدنيا ضلمة، بصراحة انا افتكرتها جن او روح تبع الاله ابيس، ولكن هي قطة حنينة او طيبة. هي تقريبا محبوسة هنا في المكان اللي يشبه بالمقابر ده، الانفاق اللي تحت الارض. ايه انت تبع الرومانيين ولا تبعنا؟ لا لا شكلها تبعنا احنا. انا طبعا ما معيش اكل ولا معايا ميه، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا اسحبها بره الانفاق اللي تحت الارض اللي احنا فيها دي، اسحبها بره تبقى حرة طليقة. هي طبعا ما صدقت لقيت حد، وانا بصراحة اول ما شفتها فكرتها جن بصراحة يعني. يلا بينا. دي كده الاماكن اللي بيستريحوا فيها الناس اللي جاية تزور عمود السواري. عبارة عن دكك زي ما انتوا شايفين كده، وبتقعد تستريح فيها لما بتبقى جاي تزور المكان. وطبعا انت لما بتزور المكان بتبقى مش عايز تستريح من المغامرات اللي موجودة في الاماكن والاماكن الغامضة اللي موجودة اللي انت بتبقى عايز تكتشفها. كمان انا بنصح اي حد يعني جاي يزور عمود السواري او مقبرة كوم الشقافة او ينزل تحت الانفاق اللي تحت الارض، من الاحسن ان هو يبقى دارس قبليها وعارف ايه اللي ممكن يقابله جوه الانفاق، عشان ما يتخضش وهو تحت في الاماكن الضلمة دي. يعني انا لو كنت ماشي مش عارف ان انا هقابل تمثال العجل ابيس، كنت انا هتخض طبعا، لان كنت هفتكره عفريت يعني في الانفاق الضلمه اللي انا ماشي فيها دي. وده كده عمود السواري من بره. هننزل دلوقتي تحت هنا وهنكتشف الاماكن الغامضه دي مع بعض. طبعا لما مصر اصبحت تحت الحكم البطلمي كان لازم يبقى في اله واحد بس يتفق عليه ما بين الرومانيين وما بين المصريين، وهو كان الاله سيرابيس وزوجته ديبيس. والاله الجاموسة اللي احنا شفناه في الانفاق دلوقتي ده يعتبر من صناعة المصريين. المكان اللي قدامنا ده هو مكياس النيل، لان كان اي دولة مهم فيها جدا المكان بتاع مكياس النيل عشان يحددوا ضرائب الدولة دي. وده معناه ان مكياس النيل كان مكان منخفض بدرجات بيتم النزول اليه، وليه درجات ثابتة بتوصل كل سنة المية بتاعت النيل من عن طريق القناة وبتتحول لروما. طبعا ده كان في العصر البطلمي، وفي العصر الروماني اتردم واتعمل درجات تطلع على العمود مباشرة من المعبد اللي قدامنا ده. يلا بينا بقى ننزل تحت نكتشف المكان مع بعض، عشان انا بصراحة الاماكن اللي بتبقى غامضة دي بحب ان انا اكتشفها بنفسي، وهي دي يعني المتعة في الرحلة، ان انت تخوض التجربة بنفسك وتكتشف الاماكن بنفسك. لانك مهما اتفرجت او سمعت فيديوهات او سمعت شرح عن عمود السواري او مقبرة الكيتاكومب، برضو مش زي لما انت بتخوض التجربة بنفسك وبتكتشف كل حاجة بنفسك. هندخل كده من المكان ده نشوف فيه ايه هناك. طبعا كلها شجر وشجر كبير، لان المكان ده زي ما قلت لكم اتردم في العصر الروماني. طبعا على مر العصور الاماكن دي اتغير فيها حاجات كتير واتنهب منها برضو حاجات كتير. هنروح نشوف بقى الفتحة اللي هناك دي على الشمال هي عبارة عن ايه. المكان اللي احنا رايحينه دلوقتي ده كان بيتم فيه تخزين المية عشان تتوزع على سكان الحي في حالة ان المطرة قليلة او بيبقى مفيش مثلا مية كافية. هو المكان اللي على شمالنا ده حاولوا بس ان احنا ننزلوله، لان طبعا زي ما انتوا شايفين كده مفيش حد بيمشي في الاماكن دي، كله بيتفرج من فوق. ولكن انا لازم اكتشف واشوف بنفسي عشان احس ان انا استفدت من الرحلة بقدر الامكان. اهو المكان اللي جوه ده نحاول ان احنا ننط. اهو المكان اللي جوه قدامنا
لان ده كان بيتم فيه تجميع المية وتوزيعها على سكان الحي قبل ما يردم طبعا على مر العصور. اهو المكان اللي قدامنا هناك طبعا الشجر كبير وفي ازاز في الحتة دي في الارض، ازاز متكسر ياما، ازاز حاجة ساقعة وكده. طبعا زي ما احنا شايفين مقياس النيل منخفض، يعني هو كان تحت الارض فعلا، عشان كده تم ردمه في العصر الروماني واتعمل الدرجات دي عشان يطلع على طول المية. كل التماثيل اللي قدامنا دي تماثيل منقولة لقوها هنا في الحفاير، وطبعا حطوها للعرض بره كده. وهنروح دلوقتي طبعا لعمود السواري فوق، اهم حاجة في المكان. وتمثال رمسيس الثاني برضو موجود هنا، ولكن ده اكيد منقول لانه من العصر الفرعوني مش من العصر الروماني يعني. كل التماثيل دي لاقيينها وحاطينها في المكان ده، في اللي لاقيينها في نفس المكان وفي اللي لاقيينها في مكان تاني زي تمثال رمسيس الثاني. العمود اللي قدامنا ده أعلى نصب تذكاري في الأسكندرية، ويعتبر عمره 2000 سنة، وأطلق عليه 3 أسامي، هو عمود السواري وعمود مومبي وعمود تكنيليالوس. الأسامي صعبة شوية، فهو انطلق عليه 3 الأسامي دول، عمود السواري وبومبي وتكنيليالوس، ولكن احنا طبعا بنقول عليه عمود السواري ومعروف باسم عمود السواري. عمود يقف شامخا، عمره أكتر من 2000 سنة، ويعتبر أعلى عمود في العالم كله مش في مصر بس. ارتفاع العمود 27 متر إلى ربع، لو حسبنا القاعدة اللي بيرتفع عليها. وتاج العمود اللي قدامنا ده ومنحوت كله من قطعة واحدة من العمود الوردي أو الجرانيت. زي ما شفنا حاجات كتير في مقبرة كوم الشقافة برضو منحوتة من الجرانيت والعمود الوردي. عمود طبعا شامخ يتحدى الزمن، زي ما احنا شايفين. هنا في ايه؟ في حد هنا؟ مفيش اي حاجة هنا. ده في العمود من تحت، عمود فعلا يتحدى الزمن، لان على مر العصور دي كلها العمود ده شامخ وواقف زي ما. واللي قدامنا ده مكان حوض التطهير. حوض التطهير يعني المكان اللي كانوا الحمام، يعني بالبلد الحمام، قدام العمود بتاع السواري على طول. طبعا المدرجات والاماكن اللي انا ماشي عليها دلوقتي دي كلها اماكن جديدة الدولة عملتها عشان الزوار اللي بيجوا المكان، ولكن المكان انصح اي حد ان هو يزوره، تجربة جميلة ومختلفة وفيها مغامرة. وكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة،
ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت يا جماعة تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، عشان انا بتعب قوي في الفيديوهات دي، وعشان يوصل لكم كل جديد في اسكندرية وجميع انحاء مصر ان شاء الله. وانتهى كده الفيديو بتاعنا، استنونا في فيديو جديد. واللي ما شافش فيديو مقبرة كوم الشقافة يبقى فايته كتير، وانصحه ان هو يشوف الفيديو هيعجبه جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.